السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ست الكل اللي عمالة تخبط وترزع، واللي زعلانة، واللي متضايقة، واللي مخنوقة من بيتها وجوزها وولادها، واللي بنبات فيه بنصبح فيه. تعالي أقولك على افتراض من افتراضاتي الخزعبلية كده، نتخيله مع بعض ونشوف ممكن الدنيا تتغير وتتصلح ولا لأ. ماذا لو انت لسه نازلة الأرض حالا بسنك ده، بشكلك ده، ببيتك، بجوزك، بولادك. القصة مرسومة، السيناريو مرسوم، ده الزوج، ده الولاد، ده البيت، ده المستوى المادي، ده الصحة، ده الجسد، ده وزنك، ده طولك، ده شكلك، دي أمك، دي حياتك، دي بلد. كل الدور مكتوب، كأن في كاتب ومؤلف كتب دور وناقص بس على البطلة اللي هتمثله، وراحوا شايلينك كده وقالوا لك يلا اتفضلي انت اللي هتأدي الدور ده، انت اللي هتعيشي القصة دي، ومطلوب منك تبقي بارعة جدا في تنفيذ الدور، وتخلي الحياة حلوة، وتخلي الناس دي انت سعيدة وهم سعداء، وانت سعيدة قبلهم، وتحلي مشاكلك ببراعة. دي لعبة، دور هتأديه، والدور ده عايزينك تبقي عايشة فيه وانت عارفة ان هو دور ومكلفة بيه، وفي كاميرات بتراقبك علشان كل صغيرة وكبيرة يتشاف انتي بعد كده عملتي فيها ايه، وانتي بتتكلمي مع ده، وانتي بتردي على ده، وانتي فلان قالك وفلان عدلك، الموقف الفلاني حصل، الوجع الفلاني جه، الشعور الفلاني جه. كل حاجة من دول عبارة عن اوبشن في اللعبة، حتة في اللعبة، وفي لاعب قصادك. او بلاش نقول لاعب، خلينا نقول عارفين لما يكون حد بيلعب مع الكمبيوتر، يعني في العاب بيبقى 2 اشخاص هما اللي بيلعبوا، وفي لعبة بيبقى الكمبيوتر هو اللي بيلعب معاك، هو اللي بيخش معاك، بيديلك خطوات اللعبة، او بيزنق عليك وبيحلق عليك وبيرفع لك المستوى. فانت وانت بتلعب انت مستمتع، وانت بتلعب تشغل مخك، وانت بتلعب عايز تكسب، ولما تخسر ما بتزعلش، ما انت في جولة تانية. هو ده بالظبط يا ست الكل، يا كل ام، ويا كل زوجة، ويا كل بني ادم في الدنيا دي. افترض لنفسك الافتراض ده، والافتراض ده حقيقي على فكرة. احنا موجودين تحت كاميرا مراقبة كبيرة، الله الرقيب، الله رقيب عليكم، واحنا كل تصرف بنتصرفه هو مشاهد، هو مسجل. انا مش عايزه الموضوع يدخل معانا في خوف ورعب ولا وما اعملش واسوي لا، انا مش عايزه كده، انا عايزه جوده. عارفين لما بنكون احنا في فرح او في مناسبه وعارفين ان الكاميرات بتصور، بنبقى في تصرفات كده فيها جوده، فيها شياكه، حتى لو كنا بنأدي وبنمثل او بنعمل كده. فاحنا بس الفكره في حته ان الكاميرا لقطاك، فعارف تظبط نفسك، وعارف رد فعلك يبقى حلو، وفي شياكة كده. ماذا لو بقى ده بقى حياتنا؟ ماذا لو الدور اترسم واتكتب وانت اتحطيت باختيارك فيه؟ انا عجبني الدور فيلا عيشه. اللي بتدبدب وبتخبط دي هي شايفة ان الدور اتفرض عليها، هي شايفة ان الدور ده مش بتاعي، هي شايفة ان القصة دي مش عجباني. طب هتسيبيها وتروحي فين؟ ويا ترى لو سبتيها ورحتي قصة تانية؟ ما الحياة قصص، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. ما هي هتطلعي من لعبة تخشي في لعبة. احنا جايين الدنيا علشان نؤدي دور وننجح فيه، يعني مش بنأدي دور ونطلع خسرانين. مع الخسارة اخرتها ايه؟ نار في الدنيا وفي الآخرة. لا، انا دلوقتي في دور، انا عايزة الدور ده ابدع فيه، ابدع، يبقى عندي ابداع وانا بأديه. ومش غريبة ومش جديدة ان الدور فيه تحديات. اللي بتدبدب دي رافضة التحديات، دي رافضة التحديات بناء على ايه؟ انت حد قالك ان الدنيا واحنا كلنا اهبطوا منها جميعا؟ هي اصلا بعضكم لبعض عدو. في تحديات، في تحديات من جوايا، في عداوة من جوايا.
تحديات وليفلز كتير انا لازم اعدي بيها. وحواليا عارفين العربيات المتصادمه، انت مش هتمشي وانت مفيش حواليكي حد، لا ده في عربيات هتخبط فيكي، وشطارتك انك انت تفاديها وتعديها وتدوري على الحته تصطحي وتمشي فيها. ولو اتخبطتي ما بتقفيش، بتكملي، بتلفي تاني وتكملي. ليه اللقطه دي بتضيع مننا؟ ليه دايما انا عايشه جوه حياتي عماله اخبط وارزع؟ عايزه اطلع بره اللعبه. هتطلعي تروحي فين؟ الخروج مع الموت. مفيش خروج بره اللعبه، هي دي اللعبه، احنا عايشين جواها، كلنا في الملعب وكلنا بنلعب، والشاطر هو اللي يأدي دوره صح، والشاطر هو اللي ما ينساش ان في تحديات. جربوا يا جماعه كلنا، والله ده نوع من انواع المعايشه ونوع من انواع تعويد النفس. نجرب لعبة على الموبايل زي سابواي، زي سوبر ماريو، الالعاب، حتى الالعاب البسيطة بتاعتنا بتاعت زمان، اي لعبة بس ندي نفسنا ربع ساعة نص ساعة بنعمل اللعبة دي ونحس ان احنا كده في الحياة، وشوف الدنيا هتعمل معاك ايه. ده اهم 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 احساس لازم الانسان يعيشه، ان انا جاي بمثل جوه اللعبة، انا مش من اصل اللعبة، انا داخل جوه اللعبة العب، ده دور انا بأديه، وفي كاميرا بتصورني، وفي الله شايفني، وفي اتفاق بيني وبينه ان انا هعبدك صح وأدي الدور صح. هخليك تقول نعم العبد، نعم العبد، وتشهد علي ملائكتك وعبادك، وتشهد علي أهل السماء، شوفوا عبدي، شوفوا عبدي اتصرف ازاي في الموقف الفلاني، مع موت فلان منساش ان هي لعبة، مع صدمة مرض منساش ان هي لعبة، مع صدمة افلاس ولا ضيق رزق ولا اي مشكلة، مش بينسى لها لعبة، بيتصرف ويشغل مخه اللي انا هعطيهوله، ماشي في اللعبة مش ناسي. ده الذكر، ده الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ذاكر الله يعني متخيل وفاكر دايما الاتفاق اللي بيني وبين ربنا، مش ناسيه، مش منغمس جوه تحديات اللعبة وعشت الدور ونسيت نفسي ان انا بلعب. يعني انت لو جالك تحدي في اللعبة هتعمل ايه؟ مش لاعب؟ هتقف، هتدبدب في الارض، هتعيط، ولا هتدور لها على مخرج؟ ان مع العسر يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يتقي الله يعني ايه؟ يفتكر انها لعبة، يتذكر ان انت محطوط تحت المراقبة، متشاف، ساعتها بتتقي يعني بتفوق، بتفتكر، فتلاقي المخرج. هي كده، من يتقي الله يفتكر، يتذكر، يرجع لله. إنا لله وإنا إليه راجعون الحقيقية اللي عايزة فيديو لوحدها، إنا لله وإنا إليه راجعون عايزة فيديو لوحدها عشان نوقع من عليها كل القرف اللي اتحط على الكلمة دي وبقت كلمة مأساوية. هي مش كده، إنا لله وإنا إليه راجعون دي حاجة تانية خالص، ده قانون. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، يتقي الله يعني يتذكر إن أنا في اللعبة، قلنا اهبطوا، أنا جوه الملعب، أنا في دور، أنا متشافة، فعلى طول أدور على المخرج. هي ليها مخرج، هي مش متسابة كده، هي ليها مفيش حاجة مستحيلة. إن مع العسر يسرا، في قلب العسر فيه يسر. فاللي بتدبدب وبتخبط كلنا بيجي علينا وقت وندبدب ونخبط، هي اللحظة اللي احنا انغمسنا فيها في الدور ونسينا ان احنا بنؤدي دور، ونسينا ان احنا ده سيناريو، وان احنا لازم ندور له على مخرج، وان احنا لازم نعيشه بحب واستمتاع، وان حتى دلوقتي لو هي ضيقة هتوسع، لو هي ضلمة هتنور، لو هي تعب هتبقى كويسة. مفيش حاجة من غير قارنها، مفيش حاجة من غير القارين بتاعها، مفيش دقيقة الا بعده فرج. لازم بعد الفرج وقت الضيق هو البعد بتاع الفكرة عن مخي، انا مستبعدة ان في فرج فيفضل بعيد، لكن هو موجود، انا اللي بسمح له يجي او بسمح له ما يجيش. ليه ناس عايشة في عسر 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 عسر؟ لان اليسر موجود وهي مش عايزة تدركه. بعد فكرة اليسر عن مخك وعن وعي هو اللي بعده في الواقع والحقيقة. بعد فكرة الشفاء مع المرض،
بعد فكرة السعادة مع الضيق. كل ما بعدت الفكرة عن مخي كل ما بعدت عن الواقع، وممكن ما تجيش عندي لكن هي موجودة. إن مع العسر يسرا ومن كل شيء خلقنا زوجين وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ده ميزان، كل شيء موجود بميزان، ده قصاده ده، ده قصاده ده، منفيش وجوده. ما بقاش من اللي بتخسف الميزان وتوقع القرين، قرين الشيء وقرينه. قرين يعني مقترن بيه، نازل الأرض معاه، الحزن مع فرح دايما، الغنى مع فقر والفقر مع غنى دايما. كون حاجة موجودة في حياتي ده علشان أنا مستبعدة القرين التاني من أفكاري، فلما بعد من أفكاري بعد من الواقع، لأن كل شيء بركز عليه بيجي. أنا مركزة على أنهي قرين، أنا مركزة على أنهي قرين، أنا مصدقة، من صدق بالحسنى ومن كذب بالحسنى. كل الناس اللي عايشة في سوء هي مكذبة بالحسنى، مكذبة بالقرين الحسن، ومصدقة القرين السيء، اللي هما الاتنين مع بعض وجهين لعملة واحدة. فكفايانا دبدبة وكفايانا تخبيط، ونركز ان احنا جايين نعيش دور ربنا سبحانه وتعالى اتفق معانا عليه، ونفكر نفسنا بده كل شوية كل شوية كل شوية. اوعى تنسى ان انت جاي الدنيا حبة وماشي، حبة وماشي. بلاش ننغمس في الادوار ونصدقها. دي من اجمل الحاجات اللي انا عايشة بيها، من اجمل الحاجات اللي بتفوقني في وقت اي زعل واي خنقة واي ضيق. بزعل وبتضايق وبيجي عليا اوقات بعيش في الدور، ارجع افتكر بسرعة، ايه لا هي مش كده، هو جيم، هتلعبي ازاي، هتعملي ايه، على طول الاقي الحل واطلع منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.